الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الأخت الفاضلة تسأل عن أخيها يريد أن يذبح أضحية في عيد الفطر في عيد الأضحى القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله أن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأن يحسن أعمالنا وأعمالكم. ثم هي تسأل هل يجوز أن يذبح العقيقة، أن يذبح الأضحية بنية العقيقة لولده أو ابنته كذلك، أو أن يدخل معها كذلك النذر. أما العقيقة فبعض أهل العلم أجاز أن يدخلها مع الأضحية، بعض أهل العلم، ومنهم من لم يجز ذلك وقال الأضحية عبادة مستقلة فهي سنة مؤكدة، وهذا قول جمهور أهل العلم. الأضحية سنة مؤكدة، هذا قول جمهور أهل العلم على القادر المستطيع. أما العقيقة فهي كذلك سنة على القادر، فمن لم يستطع فلا إثم عليه. ومنهم من أجاز أن يدخل المسلم العقيقة مع الأضحية بنية واحدة، وإن وسع الله تبارك وتعالى عليه وذبح للعقيقة شاة إن كان قد رزق ببنت وذبح شاتين إن كان قد رزق بولد فهو أكمل وأولى. وأما الأضحية فهي تجزئ عن 7 من أهل البيت كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وغيره. فالأضحية الشاة أو البدنة أو البقرة تجزئ عن البيت وأهله أو تجزئ عن 7، فإن يسر الله تبارك وتعالى له ذلك فهذا حسن، وإلا فلا حرج عليه حتى ولو كانت واجبة عند بعض أهل العلم، والراجح أنها سنة عند الجمهور. فلا شك ولا ريب أن من لم يستطع فلا إثم عليه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه. فالأولى أن يضحي وأن ينوي بهذه الأضحية عنه وعن أهل بيته أو عن 7، فلا حرج أن يشترك 7 في أضحية واحدة. أما العقيقة فأولى له أن يعق بشاة عن البنت وبشاتين عن الذكر إن يسر الله تبارك وتعالى له ذلك.